مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بأحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الكون في العالم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم والله، لا توحشتكم. غافت عليكم مدة والله ما كنجلس، الوقت ما كانش. الوقت تقول مع هاد الايامات فيهم غير شويه قصار، اما يجي يسالي نهار نقول مع راسي نجلس نتفرج شويه ونشوف اش كاين ما يروج وما يحدث في هذا العالم الاحمر، خصوصا عالم بكريشة اللي مستحيل يخليك تلحق خبر ولا خبر. الله يا والله لا كيعجبو المشاكل، كيعيش في المشاكل وغارق في المشاكل. راه واحد وما المشكل انه هو اللي كيخلق المشاكل لراسو. ما علينا، المهم خالق الجو وكيخلق الحدث وكيخلق الجدل وكيخلق المصائب والمكائد والمشاكل للعالم اجمع. ما علينا، المهم انا بغيتكم تهجموا على هذا الفيديو بلي لايك والبارطاج والاشتراك. اللي باقي مشترك يشترك، اللي باقي يشترك يشترك. وانا كنقول لي مرحبا بك في عالم حديدنا. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. ما علينا، اخر الاخبار. والله ما لحقتش مع هادو كريشة باش نتابعوا ونسيروا في ديك الاحداث اللي واحدة تلقى الاخرى. الحمل، الولادة، الرضاعة، الخروج من الدار او الطرد من الدار، او مهم بزاف ديال الامور، واخرها يعني دائما صدمة وراء صدمة. استناو من هاد بكريشة وهاد السريع ديالو خطط جهنمية، ولكن في الاخير هما اللي غادي يغرقوا فيها، هما غادي اللي يحرقوا. انتم غير صبروا شوفوا. بغيت غير نسول ديك البنت السريعة ولا ولدها هي براسها كتنسى واش والدها ولد ولا والدها بنية، كاع ما بقاتش كتمشي عندها ولا كترضعها ولا تبينها للمشاهدين. واش كتستنى شي وحده تولد وباقي ما عارفه شنو هو جنس الجنين، وكل مره كدير راسها باللي خطات ولا غلطات ولا سهات ولا. ايوا والله يا ودي، اخر زمان عشنا وشفنا، عمرنا ما شفنا هاد النوعيه ديال البشر. اي والله يهديهم، الله يهديهم، ولا الله يجليهم. هادشي ما نقولوا، لانهم عيقوا بزاف، صدعونا بزاف، حمقونا وهبلونا. ولا غادي نقول الله يهديهم الله يهديهم، ما غاديش ندعي لهم، لانه اللي فيهم يكفيهم. بارك من دعوه ديال الناس ودعوه ديال سعاد ودعوه ديال بزاف الناس اللي ظلموهم وتعدوا عليهم وتحرش بهم بكريشه. وديك الايتام اللي كان باغي يدي ليها يدمسها في الدار وكان كيتحرش بها وما حشمش وما راعاش الحزن ديالها، ولا فترة الحزن ديالها. يعني السيدة باقية صغيرة بين عشية وضحاها، بالأولاد كان معها حتى اللي بقات غير وحدها، ما راعاش هاد الشي. ما علينا، مهم حديث الساعة اللي طرحوه هما هاد الايامات اللي كاين في الاعلانات. حياة بكريشة كلها إعلانات المشاكل المصطنعة لخلق الحدث ورفع الأدسنس. ما علينا، بصحتهم الشهوة، بصحتهم أدسنس الحرام. من الحرام إلى الحرام. من الحرام ترزقون وفي الحرام يخرجون. هذه هي حياة بكريشة المثيرة للجدل مع السريعة الخبيثة. ولا تسطل. ولا الدرس على نسيتوها، غادي نفكركم. علينا، آخر الأحداث وآخر ما يروج وآخر ما يتداول حاليا هو أن بكريشة والسرعة غادي يزوجوا البنت بدون خبر أمها. لمن الزهير اللي كان في السجن، الذي اتهمته وأدخلته السجن ظلما وعدوانا فقط لأنه تمتع بها في يوم واحد، وهو كان لا يعلم بأنها فتاة قاصرة، بالرغم من أنها هيشة كبيرة. لم يكن يعلم بأنها
طفلة صغيرة أو قاصر، ولكن هذا درس سيتعلمه. ما عرفت شنو وقع بيناتهم حتى قنعوه باش يتزوج هاد المسخوطة. واش غراه بالمال، واش غراه بالثار بحال داك الشي اللي دار. لو رضوان. عالم عجيب وغريب مع بكريش. ونحن مثلنا أصبحنا عجباء عجيبين. علينا وضحكوا ضحكوا ضحكوا. نساو عليكم الهم، نساو عليكم الهم اللي كاين عندكم، والهم ديال بكريشة، والهم ديال الضو، والهم ديال القرايه، والهم والهم والهم، الهم اللي ما كيتسالاش. ضحكوا نساو عليكم وعيشوا الدنيا وعيشوا اللحظه مع خالتكم حديد دانا. ايوا تعرفوا مسكينه سعاد ما عندهاش الزهر في هاد الدنيا. والله، ولكن الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبها. واخا راه دابا كيمتحنها بولادها، عمامتها الشريرات. انا بعد الصراحه عمري ما شفت ديك العائله، مع انه كاينين منهم بزاف، ولكن هادو راهم عيقوا بزاف اللي يخرجوا للعلن يضربوا في بنات خوهم بديك الطريقه باش ياكلوا ميمي. والله لا باز، انا عمري ما شفت ديك. صوت صراحه الله يعطيها الصبر، ما عرفت كيفاش بقات حتى دابا ما ريشتهاش ديك العمات، ما ريشت ديك العمات بزوج اللي كيتعداو عليها، اللي كيطعنوا فيها ليل ونهار باش يطلعوا تنسى على درهم. ما عمري ما شفتهم. والمهم هذا النهار خرجت وعطت لديك البديعه ماء ليش كتقلب، ما ان سعاد ما كتعرف لا تعاير ولا دير شي حاجه مسكينه غير كتضحك. كاين شي معايير بالضحك. المهم تقلبها ضحك احسن ما تقلبها هم. لقاتها مجبره باش ترد لي على ان ما بغاتش يتحشم. شي امور كاينين ما كاينين كيتهموها بها. والله يحسن عوانها مسكينه، ما رحموش حتى ديك ميلوده اللي مريضه ومهرسه وخصهم ما يبقاو يضربوا فنتها ويكملوا عليها. يمشيو يزوروها ويطلوا عليها ويشوفوها كي دايره، كيفاش دايره الاحوال ديالها، الاحوال الصحيه، وتقول هاد المسمومات يديروا هاد الخطوه. هما عارفين غير المعيور والسب والقذف والشتم والطعن. لا حول ولا قوه الا بالله. لو كانت غير شي وحده صغيره شابه نقولوا طايشه، ولكن راها مولات الستينات وما فوق، راها داخله في السبعينات. ايوا انا شي مرات كنت كيتهضر شي مواضيع كان ممكن تقبلها، ولكن انا ما على باش انا ما عارفاش بلي هكذا دايره مجرمه لهاد الدرجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم راه سعاد اليوم حدات اش غدير بالثروه ديالها. قالت لكم الا البنت تزوجات بالاخبار بلا ما تشاور معايا، بلا ما تسولني، لان هي المسؤوله الاولى والاخيره. وانا هذا الشيء غير باش تخرج باه من داك المشكل ديال الدعوه القضائيه اللي رفعت ضدها، لان هي متاكده بانه هو مولفعله وبغى يزوجها غير باش يخرج راسو ويسلك راسو من الدعوه القضائيه ويخرج بريء، لانه ولد زوجات صافي كيكون الزوج ديالها هو المسؤول عليها. اما دابا ولكن ممكن تمنع هذا الزواج برفع دعوى قضائيه انها مستحيل تزوج او مش ممكن تزوج، لا طالما القضيه كاينه في المحكمه حتى يبان شكون هو المغتصب. ممكن على ما اظن، ممكن انا ما عنديش درايه في هذا الشيء، ولكن كنظن ممكن انها دير هذه الخطوه من حقها، لانها بنتها من حقها. المهم سعاد اليوم عطات لعمتها علاش كتقلب، ونبهتهم بانها الا تزوجت بالاخبارها بانها غتحرمها من الثروه ديالها ومن الميراث ديالها والتركه اللي غتخليها. كل شيء غادي تصدقوا على الجمعيات وغتعطيه للناس اللي محتاجين. الصراحه يستاهلوا، والله لا يستاهلوا. ما فيهم خير، ما فيهم رحمه، ما فيهم لا شفقه ولا شي حاجه اخرى. علاش غادي يورثوها الا ماتت؟ علاش غادي يورثوها ولا غادي ينسوا؟ غادي يخليوها حتى تمرض وتبقى كتموت، هذيك الساعه يجيو يطلعوا عليها باش يشوفوا الحصه ديالهم من التركه. نو 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 نو, نو يا سعاد، انت كي تخلي التركه خاصك تكتب الوصيه من دابا
من دابا تكتبي الوصيه وشوفي دوك الدراري اللي كتربيهم كيفاش غادي يكونوا حتى هما.